السلام عليكم. غادي نديرو اليوم مليويات زوينين بالبصله وكيجيو مورقين وكتيبانوا لكم رقاقين، اي ما كيجيوش غلاض مدقسين. ونبداو في المقادير. غادي ناخذ زلافه ديال الفينو، وضروري ما يكون عندنا الغربال حاطين وحدنا والقصعه ولا العجانه اللي بغينا. نديرو الزلافه الاولى، وهاد الزلافه كناخذوا فيها 250 غرام. بحالها غادي نديرو هاد الفورس حتى هي راه كتعبر 250 غرام. غادي ناخذ جوج ديال الفورس. الماء ناخذوه دافي، الا كان الجو سخون يمكننا ناخذوه غير عادي دروبيني، ولكن من الاحسن ندفيه واحد شويه. نخلطوا الطحين مزيان باش كتنسجم داك الفورس مع الفينو. من بعد نبداو كنزيدو في الماء شويه بشويه وحنا كنجمعوا. كنبقاو كتبان العجينه هكذا، وحنا بدينا كنديروا ليها الماء غير بشويه بشويه، ما كاين لا عريك ولا حتى حاجه. غير كنخلطوها بطرف الاصابع وحنا كندوروا العجينه بحال العجانه اللي كتبقى كتعجن. حتى حنا هكذا غادي نديروا نفس الطريقه بيدينا وحنا كندوروا العجينه، ونديروا عاوتاني الاطراف على بعضياتهم. كنديروا بحال اللي غنديروا الفيطاج وحنا كندوروها بهذه الطريقه بحال الطريقه ديال العجانه بالضبط. وهادشي كله كيتوضح لنا في الصوره، يعني باسهل طريقه. من بعد غادي نشوفوا العجينه انها كتبان لنا مازال شويش قاصحه. احنا كنشوفوها وكنتستوها انها مازال شويه قاصحه. الملاوي ما تيبغيوش يكونوا قاصحين، كيف ما يمكنناش نديروهم جاريين. الخبز تيمكننا نخفوه شويه، اما الملاوي خصهم ضروري ياخذوا واحد شويه ديال قاصحين شي شويش، يعني العجينه كتكون ما بين وبين. صافي كنعاود نديرو شويه د الماء ونبقاو نخلطوا، ما كنكثروش الماء، كنبقاو نديرو غير بشويه. صافي وهي كتبان لنا وجدات العجينه دغيا دغيا، ما كتاخذش معنا وقت كثير. ولا بات كنقيسوها هكا بيدينا فكتبان لنا بانها صافي راها تجمعات. غنديرو بلاستيكه ونغطيو بها او فيلم اليمونطير نخليوها ترتاح. ضروري ما ترتاح واحد نص ساعه د المكانه. يمكننا نديروها في شي علبه البلاستيك ونخبروها في الثلاجه، ما غيوقع لها حتى حاجه. نجهد ما نوجدوا لافارس اي الحشو ان شاء الله. من بعد عاد غادي نعطيكم الطريقه ديالو في الفيديو، مي دابا غادي يمكن لي نديرو لكم غير في لا ديسكريبسيون، غادي نديرو لكم المقادير ديال الحشو وهو بسيط ودغيا كيوجد. ملي غتكون ارتاحت العجينه غناخذوا زلافه فيها الزيت، ما غنديروش الزبده، نخلطوا زيت الروميه والبلديه، نديرو معاهم شويه د الخماره الا بغينا. العجينه غادي ناخذوها ونديروها كويرات كبار، وناخذوا عاوتاني كويرات صغيورين. من بعد غادي نورقوا العجينه مزيان، كنبقاو نيطاليوها مزيان، كنورقوها بشكل عادي وكنجبدوا هكا الاطراف كتيبان في الصوره باش ما كتقطع ليناش. وغادي ناخذوا الحشو ونديروه في الوسط صافي، ونبداو نتنيو الجوانب. الا بغيناها تبقى لنا لافارس ديالتنا باينه وتجينا هكذاك الحشو تيكون كتير، كنديروا لها غير هادي كندوزو نقليوها. ولا بغيناها تجينا عاوتاني مورقه اكثر ولا داك لافارس ما تخرج ليناش على العجينه، غادي ناخذ ديك الكويره الصغيره وغادي نورقوها ونديرو في قلب هذاك المربع اللي درنا فيه لافارس باش ما كتخرج لناش ديك لافارس على العجينه. هذا كيبقى حتى هو اختيار. غادي نوجدوا واحد 3 ديال الحبات بحال هكا ولا 4، وعاد نبداو نسخنوا المقله دغيا جهد ما كتسخن. صافي العجينه ما كنبركوش عليها، كنبقاو غير بالاطراف الاصابع بحال اللي كنيطاليوها، اي كندهنوها هكذا، كنوسعوها شويه باش كتاخذ داك المربع ديال الملاوي المعتمد عندنا حنا في العاديين ديالنا المغاربه. نخليوها واحد شويه كيبداو كيبانوا شويه د الفقاعات. من بعد كنبداو نقلبوها باش كطيب على الطرف الاخر. ضروري ما كنخليوها شويه كطيب، عاد كنقلبوها ماشي مباشره. وهكا تنبقاو كندوزو الوحدات اللي تيكونوا عندنا موراهم. ولكن عندي هاد المره واحد لاستوس، واحد الطريقه اللي هي تاهي بسيطه بزاف وغادي تسهل عليكم طيب الملاوي، وغادي يجيكم اسرع بكثير من المعتمد عندنا الشائع، واننا بهذه الطريقه اللي هي جاري بها العمل. هذه طريقه اللي هي مبتكره واللي هي غادي تجيكم دغيا وتعطي حتى الفيطاج. كي كتشوفوا في الصوره كنديروا داك السكين اللي كنقطعوا به الاطراف ديال الدائره ديال الملاوي وصافي، وكنديروا في الوسط وفي الجناب ديالو. كنبقاو كنتنيو داك الجنيبات كيف راه باين لكم في الصوره، وكنديو الدائره وهي كتاخذ شكل مربع. عاوتاني كنمشيو نفس الطريقه هكذا. هي دي وجدات داك الطريف الاخراني كنجروه وكنديروه من التحت باش ما كيعطينا المنظر مزيان. صافي حتى كنورقوها وكنديروهم يتقلاو. ولكن هذه عاوتاني يمكننا الا ما بغيناش نديرو داك الطرف الاخراني كنخليو دوك الودينات هكذاك هما اللي تنجمعوهم في الاخر. والصوره راه كتبين الطرق بجوج، لان لقيتهم انهم طريقه سهله بزاف وكتسرع عليك التحضير الملاوي وكيعطيك التورق بحال الفيطاج كيجيك زوين. صافي القليكي هو باين. كنبقاو نقلبوهم باش كيتحمروا مزيان، وعاوتاني نديروهم على الوجه الاخر باش كيتحمروا.
وهما توجدوا باسرع طريقه وباسهل طريقه، وكيتيبانوا بانهم مورقين وما كيجوش معجنين من الداخل، كيجيو زوينين. كنخليهم تيبردوا، غير انا قطعتها وهي باقا سخونه عليها كانت هكا، ما هي اللي كيبردوا تبارك الله راه كيجيو مورقين غزالين. بالنسبه لافارس غنعطيها بطريقه سريعه بزاف. البصله كيف العاده كنقشروها وكنقطعوها رقيقه، كنديروها في المقله، كنديروا معها شويه الزيت كتشحر لنا مزيان، كنغطيوها بشي غطايه باش كتدبال وباش كطيح. ومن بعد كيكون عندنا واحد الربطه ديال المعدنوس، تيكون عندنا حتى هو منقي ومقرض، وهذا غادي نديروه شويه ديال العطريه اللي غنديروا فيها الملحه وفلفله حمراء وشويه ديال الابزار وصافي. وغادي نخلطوا هذا الشيء هذا كله. عندنا الحامض مصير حتى هو يمكننا نقطعوه طريفات صغار ونزيدوه، الزيتون خضر اللي بلا عظم حتى هو نقطعوه طريفات صغار ونزيدوه. هذا الشيء كله كنبقاو نشحروه مزيان حتى كتطيح لينا ديك البصله وصافي. ومن بعد كنخليوها تبرد لينا جهد ما كترتاح العجينه ديالتنا، وكنبداو نصوبوه هكا. وان شاء الله غنديرها لكم في لا ديسكريبسيون، ومن بعد عاد نديروها كتصوير مره واحده اخرى بطريقه واحده اخرى.